قلت مقبول. اثنين. الفضل لله والرسول. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. الصراحة لما بعد بيجوا يشوفوا الأولاد أنا على أعصابي، يعني ما حبيت أتأمل مشان ما أفوت بحالة اكتئاب بعد مثل كل مرة. تم مقبولة الأولاد بزرع الحلزون. ما بعرف اخبرهم، بدي اقول لهم بدي الاولاد قبلوا، يعني ماني مصدقه، انا صدقا ماني مصدقه، صدقا ماني مصدقه، متامنين بالله بالليل وبالنهار بندعي وبنصلي، ويا رب دخيلك الاطفال الله يكرمهم والله يحنن عليهم، كل واحد كويس يا رب ويحنن عليهم. محمد وعادل أطفال عمرهم 5 سنين ونص. 5 سنين ونص عانوا أهلهم برحلة علاج طويلة، حالياً عم بيعيشوا على أمل إنه يكبروا أولادهم ويسمعوا. محمد وعادل توأم مثل ما شايفينهم، مثل الورود، شمعات مزينين البيت. 5 سنين ونص عمر الأطفال، كيف عم تتعاملوا معهم؟ كيف عم تتواصلوا معهم؟ بكل صعوبة، يعني طول الوقت مثلا قهر، ما بيعرفوا يعبروا لي، يعني كتير تعذبت ليقدروا يوصلوا لي إذا جوعان عطشان بده يطلع بده يلعب مع حدا ما بيعرف يعبر طاول. كتير تعذبت، أخذتهم على مراكز تأهيل كتير لصاروا يتواصلوا معي شوي، يعبروا شوي. رفقات ما إلهم، مثلا لو ما هو أخوه أحيانا كنت انقهر كتير لأنهم اثنين، بعدين صرت انبسط لأنهم اثنين مشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، يعني شوي صاروا يسلوا بعض. يعني كل شيء أصعب من بعضه. طيب تواصلهم مع بعض، لعبهم مع بعض كيف عم بيكون؟ عم بيكون الصراحة بكل عصبي وكل يعني بيضلوا مستنفرين، ما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع اللي مثلهم، لأن تحس لأن وضعهم مو طبيعي، ما فاتوا على روضات، ما فاتوا على مدارس، كل شيء لهم غير، يعني ما اختلطوا بالأطفال الطبيعيين كل هدوء. فكل شيء لهم تحس غير الأطفال الباقي. فأنا يعني قد ما كثير انقهر عليهم، يعني ما أقدر أخذهم خليهم يختلطوا مع الأطفال، يعني مشان لما أشوفهم غير الباقي أنا انقهر بزيادة، يعني أنا نفسيتي تتعب. رحلة العلاج أو رحلة البحث عن العلاج كيف بتلخصي لنا إياها خلال هالسنين الماضية؟ صدقا ما خليت، يعني أبدا كله أصعب من بعضه، يعني ما خليت سفر، طرقات، منظمات، أهلي، يعني مرحلة كتير صعبة مرت علي، ما بقدر أوصفها، كتير صعبة الآن. طيب بحسب ما شايف إنه مجربين خيار السماعات، كيف كانت الاستجابة؟ أول 3 سنين ما كان لنا قدر نجيب سماعات، بعدين عن طريق الأهل قدروا يجيبوا له سماعات. أول 6 أشهر كتير تعذبت، يعني ضل طول الوقت مثلا حاطة واحد بحضني عم بعطيه شيء يحبه مشان يتركها براسه نص ساعة. بعدين مع الالتزام بالسماعات وطول الوقت مثلا وقتي كله إلهم، صاروا يضاينوا عليها شوي، ومعهم صاروا يتركوها براسه مثلا 8 ساعات بالنهار. حسب ما فهمت من حضرتك قبل ما نبلش تصوير إنه والدهم مفقود. قبل ما ينفقد والدهم كان بيعرف إنه أطفاله عم بيعانوا من هاي المشكلة؟ إيه طبعا، نحن لعمر 8 شهور يعني انتبهنا إنه ما بيسمعوا، وهو صار 3 سنين ونص مفقود. ببعض الأحيان عم ينقبل طفل، لما بيكون أكثر من طفل فيه بالمنزل عم ينقبل طفل واحد. كيف رح يكون ردك في حال انقبل أحد طفلين؟ الصراحة أنا ما بتمنى، لأنه توم وبعمري ما ميزتهم بشيء، وانا اجاني هالسؤال من قرايبيني قلت لهم ما بتمنى طاوله تخير هيك خيار، يعني اخر شيء بتمنى هالشيء انه يخيروني بين واحد بيناتهم، لانه كثير صعب علي، يعني ممكن اقول تتاجل بس ما يخيروني بين واحد والثاني لا، لانه كثير رح نحط بوضع كثير صعب، ما رح سامح حالي عليه، يكون واحد استجابته اكثر من الثاني، لان هني توم، يعني واحد يحط قبل ويصير وضعه اكوس ويستجيب ويصير يصير مرحله انه هو طبيعي واخوه يتاخر عليه العمليه فيصير مو طبيعي، ما بفضل هيك شيء ابدا، يعني بتمنى رب العالمين ما يحطني بهيك خيار. خالة قبل شوي شفناكي متأثرة شوي، هيك كانت في دمعة محبوسة، شو سبب هالغصة اللي جواتي؟ يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف، الله يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيكم، بس لما شفتكم يعني ما بعرف صار عندي هيك ذره امل انه بركي عسى رب العالمين بيكرم هالاطفال الله بيكرمهم وبيقعدوا بيحكوا ويسمعوا صار هالاولاد، هذا اللي تاملته فيه، مشان هيك يعني ما يعني صار في لحظه امل، حسيت بلحظه امل انه بركي ان شاء الله بيكرمنا ما بينسانا،
وهالأطفال بيقعدوا بيحكوا بالإشو، بيسمعوا بيقولوا بابا ماما، سعرهم سعر باقي الأطفال. يعني كتير كتير، يعني إيش بدي أقول لك، ما بعرف، كتير صعب، بنقهر عليهم كتير. هنن والله ما شاء الله مثل الورود الاثنين توأم. وعلى فكرة أنا حلمي بالحياة الله يبعث لي توم، يعني التوم حلو. إن شاء الله يكونوا بالصلاة على النبي، الله يرزقك توم اللي بتتمنى، بس يكونوا بإذن الله الحمد لله خلقة تامة، بس إيش عندهم نقص سمع، ومتأملين. شايف على هالوضع وعلى الحياة، يعني متأملين إذا ما إجت جهة يعني داعمة وخرجت تعمل لهم عمليات. أما غير شر أبوهم ما موجود، أما ما الوضع يعني شقد ما كان قرايبين برا، يعني الحمد لله الله أكرمهم وجاب أملوا لهم سماعات. حاولنا ساعات بأوراقهم طالعون لبرا، مثلا منظمة تتبناهم، بس كمان ما مشى الحال. حاولت تركيا يعني تظبط لهم أوراق وتلعب لك عند خالي المنظمة تتبناهم، وما مشى الحال، يعني ما اكتملت مع الأوراق وصعبة وسافرت. وكانوا هني بوضع اني انا اخذتهم على دكاتره كان معهم فرط حركه وزياده كهرباء، يعني فوق وجعي وقهر انه ما بيسمعوا، كانوا رزيلين، انسى وجع انه ما بيسمعوا قد ما اتعذب معهم، رزالي وصعب اتواصل معهم، كان الوضع كتير صعب، يعني حتى بدي اخذهم واطلع كان صعب. بحس هلا هاي الفتره يعني الحمد لله صار وضعهم طبيعي، يتاقلموا شوي، يفهموا علي، حدا راضي يتواصل معهم ممكن يقدر يفهم عليهم. قبل اللي ما كان صعب يعني لو طيب في هون ياسر، الأستاذ ياسر من المنظمة، حابب هو يحكي معكم. خبرني إنه يكون معنا على تواصل أثناء التصوير، وقال لي إنه حابب هو يحكي مع حضرتكم. أم عادل تفضلي. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام. صوتي منيح واضح؟ ايه تمام. معك ياسر طراب من منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية. أهلا وسهلا. صراحة احنا يعني ضمن نطاق عملنا جوا بشمال غرب سوريا، في كان عندنا برنامج تأهيل سمعي وزراعة الحلزون، حضرتكم يمكن مسجلين فيه. ايه طبعا. لكن والله يعني مع الأسف الشديد في لك عندي خبر إنه تم قبول أولادك عادل محمد حصرم ومحمد ببرنامج تأهيل السمع وزراعة الحلزون، وإن شاء الله ألف مبروك. تم قبول اثنين، الفضل لله والرسول. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. مو لحدا يعني رح نتواصل معك ممكن تم قبول الاولاد بزرع الحلزون. الله يعطيكم الف العافيه يا رب. يعني الصراحه لما بعد بيجوا يشوفوا الاولاد انا على اعصابي، يعني ما حبيت اتامل مشان ما افوت بحاله اكتئاب بعد مثل كل مره، يعني صدقا الله يعطيكم الف العافيه يا رب. وكل الشكر لمركز الامين، يعني صدقا كان كثير لطيف مع الاطفال من اول ما صرت اخذهم لعندهم على المركز. الله يعطيكم الف العافيه يا رب، يجزيكم الخير. الله يعافيك يا رب. خالتي الأمل بالله دائما. الفضل لله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولكم وللجميع اللي سعوا، وشكرا لكم. بس بقول تم قبول، يعني الحمد لله، الفضل لله والرسول. يعني خلص إن شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. يعني كان عندي أمل إنه في أمها هيك، يعني دخلتكم قلت إن شاء الله بإذن الله في أمل، وهلا امل حقيقي، يعني الفضل لله الحمد لله. خلصت انقبلوا، يعني جهزوهم على السفر، هن بخبروكم بقى نحن خلصت مهمتنا. ان شاء الله الف مبروك ويجزيكم الخير. ومثل ما قلت يعني بشكر بالخاص مركز الامين، لان انا اخذتهم اكثر من مركز، وبمركز الامين كانوا له كمان كثير اهتم بوضعهم، الله يعطيهم العافيه، والشكر للجميع. ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله هيك تنجح العمليه، بيكبروا وهن عم يسمعوا، بيحكي وبيسعى وبيلقاش، وكل واحد بنفس بيتنفس وبيقول ان انا بساعد اهل الاطفال. الله يبارك فيه بالدنيا وبالاخره، وقول له الاجر والثواب الله هو اللي بيعلم، فيش قد اجره وثوابه. فرحتك هي كيف رح تكون لما تسمعي منهم كلمه تاتا اول مره، او يمكن انتم بتقولوا نانا؟ ما بتنوصف،
ما تنوصف يعني الفرحة مش قد الواحد من حكى ما بيقدر يعبر عنها. إنه لما اللي بيصح لهم يردوا عليك يا عادل يا عادل، بصيح يا عادل يا عادل، ما بيرد يا محمد يا محمد. بقى لحد تاني هو يعني ما بعرف، بفضل الله. يلا قريبا ان شاء الله، قريبا ان شاء الله بتسمعي كلمة تاتا وبتسمعي كلمة ماما ان شاء الله.